لو إيران فعلا ضربت المفاعل النووي في إسرائيل، مصر ممكن تتأثر بكارثة نووية؟ الإشعاع ممكن يوصل سينا ويوصل لنا. الموضوع أخطر من مجرد قذف، دي كارثة ممكن تضرب المنطقة كلها. لو عاوز تعرف التفاصيل تابع الفيديو للآخر واعمل لايك وكومنت، وما تنساش تتابعني علشان اللي جاي أخطر بكتير. أول حاجة لازم نفهمها، إسرائيل عندها مفاعل نووي اسمه ديمونا. المفاعل ده موجود في صحلة النقب جنوب إسرائيل، وبقاله أكتر من 50 سنة شغال. المفاعل ده مش صغير، ده فيه مواد مشعة ممكن تسبب كارثة لو اتضرب، والمصيبة إنه قريب من حدود مصر، يعني إحنا مش بعاد عن المشهد. إيران عندها صواريخ باليستية ممكن توصل ديمونا، ولو استخدمت واحد منهم زي سجيل أو خيبر شكن، في احتمال الضربة توصل وتفجر المفاعل فعلا. ساعتها مش هنتكلم عن حرب، لا، إحنا بنتكلم عن تسريب إشعاعي مرعب. يعني مش انفجار زي فيلم أكشن، لا، مواد نووية تطلع في الهواء وتبدأ تنتشر. لو الرياح في الوقت ده كانت رايحة ناحية سينا، الإشعاع يوصل لنا خلال ساعات. سينا، غزة، الأردن، جنوب مصر، كله معرض للخطر، والتأثير مش بيبان في لحظتها. دي إشعاعات ممكن تسبب سرطان، تشوهات، تلف في الأكل والمية. يعني إحنا بنتكلم على كارثة صحية وإنسانية كبيرة. بصراحة إحنا في مصر مش مستعدين لكده. مفيش تدريبات منتظمة لمواجهة كوارث نووية، ومفيش توعية حقيقية للناس. ولو حصلت كارثة زي دي، الضغط هيكون رهيب على المستشفيات، وكتير من الناس مش هتعرف تتصرف أصلا. يعني إحنا في منطقة فيها مفاعل نووي خطير، بس مش عاملين حساب للي ممكن يحصل. لو إيران ضربت ديمونة فعلا، إسرائيل هترد رد قاسي جدا، وأمريكا ممكن تتدخل، وساعتها المنطقة كلها هتولع. مصر وقتها هتكون تحت ضغط سياسي رهيب. هل تتدخل؟ هل تلتزم بالحياد؟ هل تحاول تقود تهدئة؟ وفي نفس الوقت عندك شعب ممكن يتأثر إشعاعيا. يعني القرار هيكون أصعب مما أي حد يتخيل. الفكرة هنا مش بس تخيل، دي احتمالات موجودة وممكن تحصل، وإحنا لازم نسأل نفسنا، هل إحنا مستعدين؟ ولو حصلت ضربة نووية على حدودنا، إحنا كأفراد ودولة هنتصرف إزاي؟ اكتبني رأيك في الكومنتات. هل شايف إن مصر ممكن تتأثر فعلا، ولا شايف الضربة دي مجرد تهويش سياسي؟ ولو مهتم بالتحليلات دي، اعمل لايك وتابعني واستناني في فيديو تاني، لأن في حاجات أخطر من كده لسه ما تكلمناش عنها.